فقلت له في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ فقال لي يخرب بيتك، مش قلت لك بلاش؟ انت مش عارف اللي كنت واقف معاها دي تبقى مين؟ فقلت له مين؟ قال لي دي النداهه. مين مننا ما سمعش عن اسطوره النداهه؟ اكيد طبعا كلنا سمعنا عنها، ولكن الموضوع ده سمعنا عنه ولكن كان زمان، يجي من 100 سنه ولا حاجه. يعني المفروض ان دي خلاص كانت اسطوره وانتهت، ولكن ما كنتش اعرف ان الاسطوره دي هتطاردني في زماننا ده. اللي كلنا نعرفه عن النداهه انها بتسكن في الاماكن اللي فيها زرع وغيطان وترع وكده، وهو ده المكان اللي شفتها فيه. وما كنتش اعرف انها هتطاردني انا بالذات علشان توصل لكم انتوا. مش فاهم؟ تعال افهمك. في يوم عرفنا ان جدي في البلد تعبان جدا، وتقريبا كده كان خلاص في لحظاته الاخيره، فطبعا كان لازم ان احنا نروح على هناك. فخدت بعضي انا ووالدي وطلعنا على البلد. دي كانت المره تقريبا التالتة او الرابعه اللي اروح فيها البلد، وطول السنين اللي فاتت دي وانا عايش في القاهره وما رحتش البلد نهائي. المهم، اول ما رحنا على بيت العيله اللي هو كان مكون من 5 ادوار، وكل دور كان فيه شقه او شقتين، وكلهم بيوت عمي وعماتي وكده، لانه يعني بيت عيله. المهم اول ما وصلنا على هناك كان الليل ليل، والليل هناك كان غير عندنا نهائي. يعني هناك كانت الساعة 8 كأنها عندنا هنا الساعة 2 3 بالليل، بتلاقي كله نايم والبلد هص هص. المهم وصلنا البيت، وأول ما دخلنا رحنا على شقة جدي اللي كانت في الدور الأرضي. أول ما دخلنا طبعا البيت كله كان ساكت تماما، وكله يعني حزين وكده على اللي بيحصل لجدي. فقابلنا عم الكبير وقلنا له هو فين جدي؟ فقال لنا اهدوا اهدوا بس وتعالوا نقعد كده علشان افهمكم اللي فيها. فطبعا ابويا يعني قلقان على والده، راجل كبير وكده. فالمهم راح علشان يطمن عليه، ولكن الغريبة اننا لقينا جدي خارج من الاوضه اللي جوه وهو زي الفل وبيتكلم وبيضحك ومفيش اي حاجه. ففي الوقت ده استغربنا، انتوا جايبين لنا كل ده يعني علشان حاجه تانية؟ قعدنا مع جدي ومع عمي وبداوا انهم يشرحوا لنا اللي حصل. واللي حصل كان ايه؟ جدي متعود ان هو يعني في ايام معينه كده بيطلع من البيت وبيقعد في الارض بتاعته. معظم البلاد، الناس اللي عايشه في البلاد بيبقى عندها اراضي زراعيه وبترعاها وبتزرع، وهو ده شغلها. فالمهم جدي كان متعود ان هو بيطلع في وقت متاخر يقعد في الارض بتاعته، يجيب الراديو بتاعه الصغير ويشغل اغاني قديمه مع الشيشه اللي هو متعود عليها، هي عاده متعود عليها من زمان. وبيقعد في الارض بتاعته ويقعد ساعتين ثلاثه كده، يصلي الفجر بعديها ويرجع على الدوار بتاعه. واللي حصل بقى في الليلة دي إن هو راح على هناك، والكلام ده كان جدي هو اللي بيحكيه وإحنا قاعدين قدامه. جدي راح على هناك وفضل قاعد مندمج مع الأغاني والجو الجميل اللي هو متعود عليه، وكل حاجة تمام. ولكن مرة واحدة وهو قاعد سمع صوت حد بينده عليه. كان صوت رفيع كده كأنه صوت ست. فقفل الراديو وقال يمكن الصوت ده طالع من الأغاني وهو بيتهيأ له. ولكن بعد ما قفل الراديو الصوت برضه لسه بينده عليه. فهنا قلق، حس إن في حاجة غريبة وإن هو مش لوحده في المكان، خصوصا يعني إن المكان اللي هم فيه كانت فيه أسطورة النداهة منتشرة جدا، وكلهم كانوا بيترعبوا منها. المهم فضل قاعد زي ما هو، فضل يتلفت يمين وشمال وهو بيدور على مصدر الصوت، لحد ما لقى واحدة ست واقفة قدامه بعيد، لابسة فستان لونه أزرق ووشها أبيض وشعرها كان لونه أصفر، وجميلة جدا. وده الوصف اللي وصفولي جدي. المهم جدي قام واقف من مكانه وهو مش عارف يعمل ايه. في اللحظة دي فكر ان هو يجري، ولكن رجليه كانت متسمرة في الارض كأنه متكلبش وفي حد مكتفه. الست دي بدأت انها تقرب عليه، وفضلت تقرب تقرب لحد ما وقفت قدامه بصوت تقيل كده وهو مش قادر. قال لها انت مين وعايزة ايه؟ فقالت له انا سرام. فقال لها سرام مين؟ قالت له انا عارفة ان الاسم قديم شوية، ولكن ما تستغربش، انا نداهة. جدي بيقول لنا ان هو بعديها مش فاكر ايه اللي حصل. هو لقاها ماشية بعيد كده ناحية الترعة، وهو لا إراديا مش وراها.
ومرة واحدة سمع أصوات الصراخ عالية جدا في ودنه، وما شافش ولا حس بأي حاجة تاني بعدها غير وهو بيقع على الأرض. عمامي في البيت قالوا إنهم عارفين طبعا إن جدي بيطلع في أوقات معينة كده ويروح يقعد في الأرض شوية وبعدها يصلي الفجر وبيرجع، ولكن لما الفجر أذن والصبح طلع وهو مرجعش، يلقوا لحسن يكون حصل له حاجة، راجل كبير وكده وممكن يعني يقع في أي لحظة. خدوا بعضهم وطلعوا علشان يدوروا عليه، وأول مكان راحوه كانت الأرض بتاعته اللي عارفين إن هو متعود يقعد هناك. أول ما وصلوا هناك طبعا كان الصبح طلع والرؤية كانت أوضح، لقوا الحاجة بتاعته، الكرسي والشيشة والكرسي التاني الصغير اللي كان بيحط عليه الراديو موجودين مكانهم. طب وفين جدي فين جدي؟ لقوه واقع قدام شوية كده، واقع على الأرض وسط الزرع. شالوه وطلعوا بيه على المستوصف، ولكن الدكتور قال لهم إنه ما عندوش أي حاجة، هو بس مجرد إجهاد ومدوله حقنة مهدئة وشوية وهيفوق ويبقى زي الفل. ولكنه فضل طول اليوم لا فاق ولا حاجة وعمال يخرف بالكلام ويصرخ وكده، لحد ما فاق في الآخر، ولكنه كان ساكت تماما ومش فاكر أي حاجة عن اللي حصل. فخدوه وطلعوا بقى على البيت، وبمجرد ما دخل البيت وتعب تاني وفقد الوعي وما بقاش يتكلم ولا يفتح عينيه حتى. فاللي حصل إن هو بعدها بتاني يوم، طبعا هما قبلها كانوا بلغوا والدي إن هو تعبان ولازم والدي يجي علشان يشوفه، كانوا فاكرين إن جدي خلاص بيموت. المهم جدي فاق وبدأ يحكي لهم اللي حصل واللي احنا لسه سامعينه من شوية، إن هو شاف البنت دي وبعدها ندهت له وفقد الوعي وكده. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل إن جدي خلاص فاق ومش فاكر إيه اللي حصل له بعد كده بعد ما وقع، يعني مش فاكر أي حاجة. والغريبة إن بعد ما جدي فاق عمي الصغير تعب وحصلت له نفس الأعراض اللي حصلت لجدي، وهو دلوقتي مرمي في الأوضة وجابوا له كذا دكتور، ولكن الدكاترة كلهم قالوا إنه ما عندوش أي حاجة. المهم والدي دخل علشان يطمن على أخوه يشوف هو ماله. دخلت أنا كمان معاه، لقيت عم نايم على السرير وشه كله أبيض وشاحب كده كأنه بيموت، وكان عمال يعمل حركة غريبة كده بعينيه، عمال يبربش بعينيه وعينيه مقفولة أصلا. المهم خرجنا من الأوضة ووالدي راح على إخواته علشان يتكلم معاهم وكده، وأنا رحت لابن عمي اللي كان اسمه ناصر وكان من نفس سني تقريبا. فقلت له هو إيه اللي بيحصل هنا؟ أنا مش فاهم أي حاجة. فقال لي جدك فاق أهو الحمد لله، ويا رب يا رب عمك يفوق هو كمان. فقلت له هو إيه اللي حصل له؟ يعني بعد ما جدك فاق عمك هو كمان وقع ولا مش فاهم؟ فقال لي أعوذ بالله، الاتنين اتندهوا، ولكن معرفش بقى إزاي إن ندها سابت جدك ومسكت في عمك. فالكلام وقتها طبعا ما كانش داخل دماغي ندهت إيه ومش ندهت إيه، فأنا كنت عارف أكيد طبعا سمعت عن شخصية النداهة، ولكن زي أي حد بيسمع الاسم ده في زماننا مش هيصدق طبعا حاجة زي كده. فعلشان كده قلت له ندهت ايه ومش ندهت إيه؟ انت بتشتغلني ولا ايه؟ فقال لي والله ابدا مش بشتغلك ولا حاجه، هو ده اللي حصل. احنا في القريه اللي احنا عايشين فيها هنا في البلد يعني بتحصل معانا حاجات اعوذ بالله مش اي حد يعرفها غير الناس اللي عايشين فيها. تبقى ماشي بالليل وتسمع اصوات غريبه وتشوف ناس غريبه وبتاع. وعلى فكره الندهه دي لسه عايشه وسطينا ما انتهتش ولا حاجه. فقلت له لا يا راجل، وايه بقى اللي يثبت اللي انت بتقوله؟ قال لي اهو اللي يثبت اهو، عمك وجدك الاتنين حد عارف مالهم؟ ما حدش عارف، وجدك قال ان واحده ندهته، هتكون من غيرها؟ هتكون من غير النداهه يعني؟ ما كنتش لاقي رد بصراحه على الكلام اللي هو بيقوله، على قد ما كان كلامه يعني تحسه انه مقنع، ولكن انا ما كنتش مقتنع. ولما لقيته بقى بدأ يتعمق ويشرح لي اكتر عن شخصيه النداهه وكده، فقلت له بص تمام تمام، انت معاك حق خلاص، انا ادخل الاوضه بقى عشان اريح شويه. خلاص تجاهلت الكلام معاه، وبالليل رحت داخل على الأوضة أنا ووالدي علشان نرتاح شوية، ولكن أنا ما كانش جاي لي نوم. قمت من على السرير وكنت عايز أشرب سيجارة الصراحة، فطبعا ما كانش ينفع أشربها في الشقة، عمي تعبان وعمامي موجودين في الشقة ووالدي موجود وكده، فمش هينفع إن أنا أشربها في المكان. علشان كده خرجت من باب الشقة وخرجت من باب البيت. أول ما خرجت لقيت ابن عمي ناصر ده واقف قدام الباب وماسك التليفون بتاعه وبيكلم حد. فأول ما شافني قال لي يا نبيل أنت رايح فين في الوقت ده؟ فقلت له مفيش، انا اتمشى قدام شويه بس كده اشرب سيجاره وارجع تاني. فقال لي لا تتمشى فين؟ اشربها هنا اشربها هنا، وانا مش هقول لحد يا عم، بس ما تمشيش، هتمشي هناك كده تروح فين؟ خطر.
فقلت له: يا عم مفيش حاجه، انا هتمشى بس خطوتين كده وارجع تاني، مش هطول يعني. فقال لي: خلاص هاجي معاك. فقلت له: يا عم لا تيجي ولا تروح. لما لقاني اللي هو مصمم على اللي في دماغي قال لي: خلاص على راحتك. فالمهم اديته ظهري ومشيت. قدام مني كان في اللي هي الارض بتاعت جدي، كانت ارض كبيره كده ومليانه زرع طويل. دخلت جواها وفضلت ماشي ماشي، ولعت السجارة وفضلت ماشي. وسط ما انا ماشي لقيت قدامي ترعة كبيرة، فوقفت وقلت خلاص بقى ايه، انا هرجع تاني. يا دوب لفيت وشي وسمعت صوت حد بينده عليا. في الوقت ده بصراحة خفت. الصوت ما كنتش عارف هو جاي منين بالظبط. فضلت اتلفت يمين وشمال كده ولحد ما لفيت ورايا ولقيتها واقفة، نفس الوصف اللي جدي وصفه. بنت جميلة لابسة فستان لونه أزرق، وشها كان أبيض، شعرها لونه أصفر، وصوتها كان ناعم كده. المهم في الوقت ده كنت عايز أصرخ، عايز أتكلم، عايز أجري، ولكن مش قادر أعمل أي حاجة. البنت بدأت تقرب مني وهي لسه عمالة تنده باسمي: نبيل، نبيل. لحد ما مرة واحدة بقت واقفة قدامي، كانت مبتسمة ابتسامة كده اللي هي تخوفك. ما كنتش قادر أتكلم. فلقيتها قالت لي: طبعا انت عارف انا مين. ففضلت ساكت، هقول لها ايه يعني واقول لها ازاي اصلا. فلقيتها كملت كلامها وقالت لي: بالظبط، انا انا نداها، بس ما تخافش، انا مش هاذيك. انت مميز، مميز عن كل الضحايا اللي انا قابلتهم. وهسيبك تمشي دلوقتي، ولكن هنتقابل تاني قبل منتصف الليل، لان هيكون فيه قربان. امشي يا نبيل. ولقيتها لفت وشها ومشيت وراحت ناحية الدرع، فلفت وشي انا كمان ومشيت شوية. المهم وانا ماشي كنت سامع صوت عمال ينده عليا من بعيد: يا نبيل يا نبيل. ببص قدامي لقيت ناصر ابن عمي جاي وهو بيجري، وراح مسكني من دراعي وفضلنا نجري لحد ما طلعنا بره الزرع. اول ما طلعنا كنت بدات بقى ان انا افوق كده، ما كنتش متذكر اي حاجه عن اللي حصل من كام دقيقه. فقلت له: في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ فقال لي: يخرب بيتك، مش قلت لك بلاش؟ انت مش عارف اللي كنت واقف معاها دي تبقى مين؟ فقلت له: مين؟ قال لي: دي النداهه. المهم كنت فقت بقى وبدات ادرك الموقف اللي انا كنت فيه. رجعنا على البيت ولقيته بيقول لي: ما تقولش لاي حد عن اللي حصل لك، وهي ان شاء الله مش هتجيلك تاني. طالما سابتك وما عملتلكش اي حاجه واذتك يبقى خلاص اطمن، هي مش هتاذيك. يا رب بس الموضوع يخلص على قد كده. انت خش نام وكأن ما فيش حاجه حصلت. المهم دخلت واترميت على السرير ونمت. وتاني يوم استغربت لما لقيت عمي فاق وبقى بيتكلم وطبيعي وبيضحك ومفيش اي حاجه، وكأن الندهة دي كانت مرض بيتنقل بين واحد للتاني بين أفراد عيلتي، لحد ما المرض وصل لنا. المهم فضلنا قاعدين يومين كده لحد ما خلاص عمي بقى كويس وجدي كمان بقى كويس وخلاص تمام. في اليوم ده والدي كان قرر إن احنا هنرجع على القاهرة علشان نشوف بقى شغلنا. المهم هو طلع علشان يقعد مع اخواته شوية ويودعهم قبل ما يمشي، لأنه مش بيشوفهم كتير يعني. وانا حضرت الشنط وفضلت قاعد في الاوضه مستني. المهم وانا في الاوضه كنت قاعد على السرير وماسك الموبايل بتاعي وعمال اقلب في اي حاجه. مره واحده سمعت صوت خبط، ما كنتش عارف الصوت جاي منين. فبصيت على باب الاوضه ولكن لقيت ان الصوت جاي من الشباك بتاع الاوضه. نزلت من على السرير ورحت فتحت الشباك ولقيتها واقفه قدامي، النداهه. ولكن شكلها كان مختلف. كانت لابسه نفس الفستان الازرق، ولكن وشها كان شاحب كده وابيض ومليان تجاعيد كتير، تحس ان وشها محروق. وعينيها كان في منهم عين كانت بيضة تماما. فقلت لها: انت عايزه ايه؟ قالت لي: انا عاوزاك في اسرع وقت دلوقتي تكون موجود في المكان اللي قابلتك فيه اول مره، ولو ده ما حصلش انت عارف ايه اللي هيحصل، ويا اما تيجي بمزاجك يا اما هتيجي غصب عنك. سلام. ولقيتها مرة واحدة ادتني ظهرها واختفت، فص ملح ودابت. وباب الشباك لقيته اترزع مرة واحدة. فقلت: لا، أنا هطلع من الأوضة وآخد الشنط وآخد والدي ونمشي من هنا وكأن مفيش حاجة حصلت. ولكن معرفتش أعمل كده لأن رجليا ما كانتش شايلاني، بالعكس رجليا هي اللي كانت سايقاني أصلا. لقيت نفسي بدون وعي كده رحت فاتح باب الشقة ورحت خارج من الشقة نفسها وطلعت من البيت وفضلت ماشي لحد ما وصلت عند أول الأرض. كل ده وانا مش في وعي، انا مش عارف ايه اللي انا بعمله ده. انا مش قادر اوقف رجلي ولا قادر اتكلم ولا قادر اعمل اي حاجه. دخلت جوه الزرع ووقفت في المكان اللي قابلتها فيه. ومره واحده
لقيتها جاية من بعيد قدامي، كانت جاية من ناحية الترعة كده، وقفت قدامي وقالت لي: أنا قلت لك أنت فيك حاجة مميزة، كل اللي جم قبلك في المكان ده كانت نهايتهم معروفة، يا إما في الغيطان يا إما في الترعة، ولكن أنت حكايتك مختلفة. اللي حصل لعمك واللي حصل لجدك كانت حاجة بسيطة، وكل ده علشان أوصل لك أنت. طب ليه؟ هفهمك. أنا مش عايزك أنت، أنا عايزك قربان غيرك، والقربان ده علشان أنت تحكي حكايتي للناس، علشان الأسرة بتاعتي ترجع تاني. فقدامك قبل منتصف الليل تكون جبت لي الضحية بدالك، علشان أقدر أسيبك. ولو ده ما حصلش أنت عارف نهايتك هتكون إيه، هتموت. امشي يا نبيل وهستناك هنا قبل منتصف الليل. المهم خدت بعضي وجريت وخرجت من الأرض دي، ما كنتش عارف أعمل إيه. أنا كده يعني اتأكدت خلاص إن الأسطورة حقيقية وبتطاردني، والله الله أعلم دي يمكن مش هي نداها ودي روح حد تاني. المهم إني دخلت جوه ولقيت والدي خلاص اللي هو بيجهز علشان نمشي وكده، فطلعت علشان استناه قدام البيت. وانا واقف لمحتها وهي واقفه من بعيد وكانت بتبص لي بكل غل، كانها بتقول لي: يلا الوقت قرب يفوت. وفي اللحظه دي لقيت ناصر ابن عمي خارج من جوه ووقف جنبي وهو بيقول لي: خلاص كده مش هتيجي تاني، مش هنشوفك. فقلت له: يا ريت يسمع من بقك ربنا وما اجيش هنا تاني. قال لي: ليه يا عم بس، احنا قصرنا معاك في حاجه؟ ولا انت بقى خايف من النداه؟ شكلك خايف. امال ليه بقى؟ ده انت بتنزل قصص رعب وبتاع، طلعت بتخاف. فقلت له: يا عم لا بخاف ولا حاجه، سيبني في حالي، انا عايز امشي من هنا بس وخلاص. فما اعرفش بصراحه الموضوع ده جه في دماغي ازاي، ولكن قلت له: هو انت تعرف حاجات كتير عن النداهه دي؟ فقال لي: يوه، ده انا سمعت اهوال كتير عنها، ده انا حافظ حكايتها كلها. طبعا يعني الكلام ده حافظه من الناس القديمه اللي حكيت عن الاسطوره بتاعتها، ومن برضه اللي شفته بيحصل في الغيطان وفي الترع وكده. فقلت له: طب ايه رأيك تيجي نتمشى قدام كده في الارض وتحكي لي عنها؟ قال لي: ايوه بقى، انت عايزني احكي لك عشان تحكي الكلام ده في القصص بتاعتك؟ ماشي يا عم، زي بعض، انت ابن عمي برضه. يلا بينا. مشينا انا وهو، وسط ما انا ماشي هو كان بيحكي وانا مش مركز معاه اصلا، انا كل تركيزي في النداهه اللي واقفه قدامي ومستنياني. فضلنا نقرب منها وهي دخلت جوه الزرع. فضلنا ماشيين ماشيين لحد ما وصلنا للمكان المحدد، ومرة واحدة وقفنا لأنها ظهرت قدامنا. طبعا ناصر أول ما شافها وقع على الأرض وفضل يترعش ويصرخ. لقيتها بصت لي وشها كان كله رعب، وقالت لي: خلاص يا نبيل، كده حكايتك خلصت، هتمشي من هنا، ولكن افتكر العهد اللي ما بيننا، أنا هسيبك تمشي، وقبلت إن يكون في قربان غيرك وهو ناصر ابن عمك، علشان بس تحكي حكايتي للناس وتحكي التجربة اللي حصلت معاك. ولو ده ما حصلش انت عارف ايه اللي هيحصل لك، هتموت في نفس المكان ده. امشي يا نبيل. اللي حصل اني لفيت وشي ومشيت علشان اطلع بره الارض دي، وانا ماشي كنت سامع ابن عمي وهو عمال يصرخ، ومره واحده الصوت وقف. طلعت ولقيت والدي مستنيني وخدنا الشنط وطلعنا على القاهره. وتاني يوم عرفت اللي حصل. ناصر ابن عمي لقوا جثته مرمية في الترعة، وما كانش عندي حل تاني. أنا عارف إن الاختيار اللي اخترته كان صعب، ولكن كان لازم أختار، يا إما أنا أموت يا إما حد غيري يموت. وبمقابل إن أعيش كان لازم الحكاية بتاعتي أحكيها لكم. عرفتوا ليه في البداية قلت لكم هي عايزاكم انتوا مش عايزاني أنا؟ ودلوقتي انتوا عرفتوا اللي فيها. ولو رجعت البلد تاني أحكي لكم لو ظهرت لي وطلبت مني حاجة تانية، وأشوف وشكم بخير. وبس كده. ولو وصلت لحد هنا اعرف ان انت من الناس المميزين جدا عندي، ولكن عايزك بقى تثبت ده. سيب لي تعليق حلو كده زيك في الكومنتات، وتقول لي لو في اي اخطاء تحب ان احنا نعدلها. ولو الفيديو عجبك ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك. وبس، كان معاكم محمد نبيل، واشوف وشكم على خير.